كيس مارك قال لك ابيض اللي يكسب القرعه يشتري ده. لاعب هنا بدنا لاعب هنا ماشي انت تبقى هنا معاك خلاص خدها 7 جنيه. تعال رجاله الله ضربت ليه انا محمد رضا بيلعب كرة طولية جوه منطقة العمليات وعلى طول يطلعها الديفنس وتروح لوليد ديكيرنس. وليد يلعبها على الجنب على طول عند وجدي العربي عند احمد الشيخ من رجل لرجل على ارض كده لهلال رضوان. هلال وعايز يسدد تسديدة ارضية لكن على طول حارس مرمى ديكيرنس محمود على التنفيذ. محمد رضا بيلعب الكرة طولية على حدود ال 18 وطلع على طول وكريم لطفي يقطعها وعادل بيلعب الكرة على طول على الارض لهشام. وليد يقطع الكرة. وليد بيلعبها طول يعني محمود السيد يلحق ولا لا؟ محمود السيد ويعديه لكن على طول بلعبة الفرملة العزيز والتغطية العكسية مين بقى مغطي لكن مفيش حد. ترجع على طول الكرة للبلدية اللي عايز يغير الملعب وضياء الصباحي بالقدم اليسرى لكن يطلع الديفنس وكريم لطفي بخبرة وبمعلمة لهشام حبيب يا ولد يا لعيب. هشام بيلعبها طوليه حلوه. محمود السيد والانطلاقه. محمود السيد وعلي بسيوني. يا سلام يا ولد يا لعيب. محمود يا ولد يا لعيب وهي لكن على طول يجلي الكوره وتتقطع وتروح لهشام حبيب وضغط ديكيرنس وهيعملها ولا ايه؟ ديكيرنس وجوه 18 هشام حبيب لكن ايمن وبيعمل فنت على الكوره ويسيبها الرضوان والبينيه وخطيره ويطلعها الديفنس نص ملعب هلال. وادي الكوره عند علي بسيوني بيسقطها جوه ال 18 لكن تتردم الديفنس وخطيره وتسديده من رقم 12 محمد عبد الحق يوفق ويحصل على هذه البطوله تبقى الاولى من نوعها للانديه المصريه. هنشوف ونتابع تمنياتنا القلبيه طبعا. وادي الكوره العرضيه وخطيره ويطلعها الديفنس وتروح عند وليد هيعمل ايه؟ وادي الكوره محمود سيد جميله واحمد سامي يلحق ولا لا؟ احمد سامي لكن ما يلحقهاش تطول وتطلع بره اوت. واقع احمد سامي. احمد عبد المنعم سامي يوسف الاسم الرباعي مواليد 97. رمي التماس راح لها علي بسيوني على طول. ايمن صلاح يضغط عليه على طول. محمود السيد وفريد ديكيرنس بدأ يضغط على البلدية من نص ملعبه. شايف احمد سامي واقع على الارض. سلامات يا احمد عبد المنعم سلامات تقريبا في كرشة نفس كده. باحي محمود عبده داخل عليه محمد السيد. محمود عبده بيعدي وخطيره وعلى طول الديفنس ولكن كره خطيره صار لكن يقطع على طول رقم 12 محمد السيد وتتقطع على طول وتروح للاعب البلديه لكن على طول برافو الديفنس على طول يطلع كره محمد عادل وكره حلوه لكن واقف لها في المكان والزمان. محمود الصعيدي بيلعب الكره على طول عند الصباحي ضياء الصباحي بيلعبوا سلامات. ادي كره طوليه جوه ال 18 وعلى طول الكوره ومحمود السيد وخطيره ويطلعها الديفنس البلديه. وادي كريم بيقطعها محمود السيد وبيضغط عليه من بسيوني. محمود السيد بيلعبها طوليه. محمود السيد والانطلاقه جميله وجدي العربي هو جول يا سلام على الكوره وضربه جزاء
ضربة جزاء. وجدي كان هيعدي لكن حارس المرمى يتصدى لها ويقف لها وعرقلة صحيحة واضحة وانذار مستحق من محمد الشرقاوي حكم اللقاء لحارس مرمى البلدية احمد عثمان. بقول لحضراتكم كان هيبقى هدف. واحمد عثمان حارس البلدية، هل يا ترى هيتعادل ديكيرنس ولا ايه؟ ومحمد نبيل وجوه جون وجوه الجون وسجده لله شكرا لله، سجده لله شكرا لله. محمد نبيل ولاعبي اليمنى الانشط حتى الان، والفريق البلديه ضاغط والكره على طول وعلى حدود ال 18 والتسديده لكن يطلعها كريم لطفي بسن الجزمه الى ضرب. لاعب البلديه القميص رقم 2 بيلعب طوليه تيجي في لاعب وتفقد قوتها وتروح لحارس المرمى محمود الصعيد. محمود الصعيدي كرة على طول لعطية لكن على طول حارس مرمى ديكيرنس محمد رضا والضربة الحرة بيسقطها جوه منطقة العمليات وخطيرة لكن يطلع حارس المرمى محمود الصعيدي يمسك كورته على طول. كرة على طول عبد الحكيم وتسديده قويه، تسديده قويه لكن تعدي وتطلع بره اوت. فريق البلديه بيحاول تعزيز الهدف وفي هذه اللحظه احبائي المشاهدين يطلق حكم اللقاء كابتن محمد شراوي صافره انتهاء احداث الشوط الاول بالتعادل. كرة على طول عبد الحكيم وتسديده قويه، تسديده قويه لكن تعدي وتطلع بره اوت. فريق البلديه بيحاول تعزيز الهدف وفي هذه اللحظه احبائي المشاهدين يطلق حكم اللقاء كابتن محمد شراوي صافره انتهاء احداث الشوط الاول بالتعادل. كرة على طول عبد الحكيم وتسديده قويه، تسديده قويه لكن تعدي وتطلع بره اوت. فريق البلديه بيحاول تعزيز الهدف وفي هذه اللحظه احبائي المشاهدين يطلق حكم اللقاء كابتن محمد شراوي صافره انتهاء احداث الشوط الاول بالتعادل. بسم الله الرحمن الرحيم احبائي المشاهدين. سابها لمحمد نبيل. محمد نبيل هل يا ترى ديكيرنس هيقدر ان هو يعدل النتيجه ويفوز في هذا اللقاء؟ ودي كره حلوه واسبة على الخصم وضربه حره ولا ايه؟ فاول. كان هيبقى هدف جميل، هدف ملغي. رمي التماس احمد عبد العزيز، كريم لطفي بيلعبها طوليه تتقطع من الديفنس ويكمل عليها مره تانيه وتطلع كوره بره اوت. رمي التماس بيتلعب وفي دافع وفاول. برافو كابتن شرقاوي. ضربه حره لصالح بلديه المحله. رايح لها محمد رضا القميص رقم 2. بقول لحضراتكم متعهد الضربات الثابته في فريق البلديه محمد رضا. هنشوف هيلعبها من مره واحده ولا ايه؟ يلعبها على حدود 18 ويطلع الديفنس على طول بيقطع والشيخ وتسديده لكن حارس المرمى على طول طال. محمد رضا، محمد رضا بيلعبها طوليه في المرمى لكن على طول يمسكها حارس المرمى محمود. ولسه الكره مع البلديه وعايز يلعب الاوفر. لعب الاوفر تيجي في لاعب وتبقى ايه؟ احتسبها لمسه يد لصالح نادي البلديه بلديه المحله. رايح لها احمد عبد العزيز عشان يلعبها بالقدم اليسرى تعمل الواو. هنشوف ونتابع. احمد عبد العزيز على الايمن قريب لكن حارس المرمى واقف لها في المكان والزمان ويطلعها ضربه ركنيه. ضربه ركنيه البلديه بتلعب على طول. احمد الشيخ بيلعب الاوفر وخطيره وعلى طول حارس المرمى يطلع كوره رضا واحمد عبد العزيز ياخد احمد ابراهيم وخطيره. احمد ابراهيم وخطيره ديكيرنس وهشام حبيب بيلعب الوانتو جميله. احمد ابراهيم يا ولد العيب وخطيره وخطيره ويطلع
ويطلع حارس المرمى وينقذ هدف اكيد عند حكيم وخطيره، حكيم جوه ال 18 وبسن الجزمه يطلع من قدامه عادل، لكن حكيم اختفى لكن على طول محمد نبيل عامل تغطيه عكسيه ورا محمد عادل اكثر من رائع. محمد نبيل الصباحي، ضياء الصباحي، ضياء يلعب بالقدم اليسرى، ضياء الصباحي وخطيره، يا سلام على الكوره، عدي يا كوره من قدام الدمنهوري تقطع على طول للبلديه، وفريد كنس اختفى مره ثانيه. محمد عبد الهادي، هشام حبيب من رجل لرجل وعلى طول الصباحي واوفسايد، سارح رجال ما بين الفريقين، وادي الكرة على طول والانطلاقة. محمود عبده عايز يخش 18 ودخل 18 وخطيرة ولسه خطيرة، يا سلام عليك يا حارس، بيطلع حارس المرمى بالبوكس لكن فاول وهنشوف البلدية، وادي الكرة على طول، برافو حكم اللقاء، هجمة لصالح البلدية ويطلع حارس المرمى لديكيرنس وضرب تسلل، اوفسايد وادي الانطلاقه فريق البلديه وخطيره على طول، طلع كريم لطفي من القلب وتترد لمحمود السيد، لسه كره مع محمود بيلعبها طوليه عند احمد عبد المنعم. على الجانب الاخر مدير قطاع الناشئين بديكيرنس كابتن سيد سعيد، وفي ضربه حره لصالح نادي العزيز. احمد العزيز بيلعبها طوليه وخطيره عند محمد ابراهيم وخطيره وعايز يلعب العرضيه وعلى طول يطلعها حارس المرمى، يا ولد يا لعيب. وادي على الديفنس فريق البلديه وكريم لطفي يقلش الكوره ومحمد نبيل وخطيره، محمد ابراهيم ومحمد نبيل بسن الجزمه يطلع محمد ابراهيم. ادي كوره عند احمد عبد العزيز بيعدي وعايز يلعب الاوفر ويلعب الاوفر ارضيه، لكن على طول كريم بيلعب الكوره وبسن الجزمه يطلعها الديفنس، وعلى طول الكوره احمد الشيخ بالتسديده واتغير اتجاهها، لكن حارس المرمى محمود الصعيدي مواليد 98. وادي الكوره الضربه الحره محمد نبيل والتسديده من بعيد قوي يا محمد يا نبيل، لكن تروح ضعيفه لمحمود عبده، لمحمد ابراهيم عايز يلعب العرضيه على طول يطلع محمد ابراهيم والشيخ وتسديده اي حاجه تقلش من على وش رجله وتروح عند ضياء الصباحي يلحقها، يا ولد يا لعيب، وتطلع كوره لكن شتتها من قدامه الديفنس. وكريم لطفي والانطلاقه خطيره، والانطلاقه وهجمه خطيره لديكيرنس، واو في ايه، الحكم بيقول لا ما فيش فيها حاجه، وكريم لطفي ومجهود عنتري من كريم لطفي وتطلع من قدامه الكوره بلديه. 5 دقائق التعادل الايجابي، محمود عبده وايمن صلاح بيلعب الكوره حلوه، الكوره فيها فكره، لاري حذاري من الكرات الحمراء. ضربه الحره محمد نبيل بيلعبها طوليه وخطيره وتعدي، لكن حاليا معناها الضربه القاضيه. هل يا ترى ضربه الحره البلديه وعلى طول الكره على القايم البعيد وتعدي بردا وسلام على مرمى محمود الصعيدي حارس مرمى ديكيرنس. بنلعب في الثواني الاخيره من زمن واحداث الوقت البديل. محمد نبيل بيلعب الكره طوليه، وفي هذه اللحظة أحباء المشاهدين أعزائي المشاهدين بعد أن انتهى أحداث هذا اللقاء التعادل الإيجابي ما بين ديكيرنس 97 وبلدية المحلة أيضا 97، انتهى المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 نقطة لكل فريق. وبعد هذا اللقاء يسعدنا أن نلتقي بالمدير الفني لنادي ديكيرنس كابتن سيد سعيد، بنقول له بداية ألف مبروك يا كابتن على نقطة التعادل. الله يبارك فيك يا كابتن، الحمد لله ان احنا طلعنا التعادل، يعني الحمد لله بس رغم ان احنا كنا احسن وممكن نهدف اكتر وكده، بس الحمد لله العيال رجاله يعني الحمد لله. كابتن سيد سعيد، شايفين يعني انت بتمر بصعوبات صعبه جدا، شايف تشكيل قوام اساسي في الفرقه غايب وانت دعمت بفريق 98، هل يا ترى ثانويه عامه ولا ايه؟ يعني شايف صعوبات جامده قوي بتقابلك في هذا الموسم. اكيد والله، هو الثانويه العامه الاولاد كلها 97 دي كلهم ثانويه عامه اللي هم اميازهم، يعني امياز 73
97. لكن يعني الاولاد اللي تحت، طبعا انت عارف ان انا مدير قطاع ناشئين، فالحمد لله الحمد لله، ودي حاجه كويسه ان القطاع تحت كويس جدا. فاحنا بنستعين، يعني النهارده في 7 من الاولاد بتوع ال16 منهم 6 شاركوا في المباراه، يعني 6 من. لكن موضوع الثانويه العامه وانت عارف بقى، يعني الثانويه العامه وكل الناس عندها امل انها تبقى حاجه كويسه، دكتور ومهندس وكده. يعني عندنا احمد سامي، شوف انت في الشوط الاولاني كان ماله، لان الولد كان عنده درس وجي طبعا ما فطرش، راح الدرس عشان يلعب الماتش وجاي من غير فطار، وانت شفت الموضوع ده. ويعني المفروض يعني كان الدوري قبل كده بشويه، لكن هنقول ايه بقى، حكم الاوعى الضعيف. كابتن سيد سعيد مدير قطاع الناشئين بنادي ديكيرنس، حابب تقول حاجه لاتحاد الكوره، لجنه المسابقات، بخصوص مسابقه 97 وكل القطاعات كلها بتعاني، خاصه فرقه 97 علشان الدراسه، عايز توجه حاجه لاتحاد الكوره، لجنه المسابقات، عايز تقول لهم حاجه؟ والله يا كابتن، احنا كان حصل لقاء بيني في قناه دريم دي، وقلنا الكلام ده، يعني بدل ما ابدا في شهر 10 او في شهر 11، طب انا ابدا في شهر 8 او في شهر 9، ان نخلص بدري، يبقى حتى الاولاد اتمرنوا كويس وعملنا. عشان ايه بقى؟ ما هو المسابقات دي هو عاملينها ليه؟ يعني المسابقات دي معموله ليه؟ هو ان اي نادي بيعمل ناشئين ليه؟ عشان يستفيد منه من الفريق الاول. طب الناس اللي بتعمل مسابقات على مستوى الجمهوريه عشان يستفيد من المنتخب بس. فيعني ما انت عارف بقى، مش طبعا موقع كره بلدنا كابتن سيد، كره بلدنا معروف، الاعلام الكبير كابتن عبد الناصر زيدان بيغطي مباريات الدوري الممتاز ب وقطاع الناشئين وكل حاجه على مستوى الجمهوريه. ان شاء الله يعني انت عايز توجه له رساله من ارض الملعب دي، يكون همزه وصل ما بينك وبين لجنه المسابقات. والله انا اقول لحضرتك على حاجه، يعني انت بتقول بيغطي وحاجات زي كده ومش عارف ايه، يعني طبعا انا ما اعرفش، والله ما عنديش فكره يعني ان التغطيه دي. فاحنا بنقول ايه؟ يعني ايه المشكله ان الناس دي تنزل لمستوى كره بلدنا، تنزل لمستوى الانديه بتاعتنا اللي هي يعني مش هنقول ضعيفه في الامكانيات الماديه، لكن هايله في الامكانيات الفنيه. يعني ممكن قوي يجي ويلاقي ماتش مثلا مع غزل المحله في المحله، ممكن يعجبوا الاولاد. يعني انت واخد بال حضرتك؟ فاريت والله انا اتمنى، مش عشان والله انا على فكره ما بحبش، يعني لولا ان حضرتك كابتن عربي والاستاذ محمد العزوني وحبايبي، انا على فكره والله ما بحبش اللقاءات والحاجات دي فعلا. فاحنا نتمنى يجوا بس يسجلوا بس علشان يعرفوا ان كيرنس نادي عريق ونادي كويس وعنده ناشئين كويسين، وعندنا الناس الناشئين بيلعبوا، والفريق الاول ضامن يجي 3 4 ناشئين، يعني يجوا يتفرجوا بقى على الحاجات دي ان شاء الله. ان شاء الله انا اعتبر دي دعوه من حضرتك لموقع كره بلدنا وقناه ثالثه الاعلامي عبد الناصر زيدان. بالتوفيق يا كابتن سيد ان شاء الله. اكيد، وانا بشكرك يا كابتن عربي، وبشكر طبعا حبيبي واخويا كابتن محمد العزوني. وكره بلدنا احنا بنقول بس عشمنا فيهم والله، يعني لان عايزين نبقى يعني ايه، يبقى احنا برضو يعني يبقى احنا لنا حظ احنا كمان، ما يبقاش الناس مطنشانه يعني. لا باذن الله، باذن الله يا كابتن، ان شاء الله ما تحرمش منك يا كابتن.